السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده إن شاء الله هنحل فيه نماذج امتحانات مهمة جدا جدا لاختبار شهر مارس وإبريل. عايزاكم تركزوا فيها كويس أوي، تكبروا الشاشة وتعلوا الجودة علشان نشوف كويس، ويلا بينا نبتدي على طول. أول امتحان معايا موديل 1. أول سؤال بيقول لي choose the correct answer from A B C D. نمبر 1 بيقول لي which musical A do you like the best؟ فقال لي the clarinet اللي هي المزمار. فده ايه؟ ميوزيكال ايه؟ تول ولا ماشين ولا انسترومنت ولا بروجرام؟ لا طبعا بنقول ميوزيكال انسترومنت، آلة موسيقية. نمبر 2 بيقول لي ايه is art made from stone or wood that look like people or animals؟ ايه اللي هو فن مصنوع من ستون الحجر او الخشب بيشبه الانسان او الانيمالز الحيوانات. ده ايه؟ pottery شعر ولا sculpture اللي هو نحت ولا كرتون ولا crafts محاصيل؟ طبعا sculpture اللي هو النحت او التمثال المنحوت يعني. نمبر 3 بيقول لي the flowers of the garden were really ايه and cool، يعني الازهار او الزهور بتاعه الحديقه هي حقيقي ايه؟ طبعا boring ممل ولا colorful ملونه ولا terrible مرعب ولا horrible؟ طبعا بنقول colorful ملونه. نمبر 4 بيقول لي who is good at writing ايه for the concert، يعني مين اللي جيد في كتابه ايه للحفل الموسيقي؟ costumes اللي هي الملابس او الزي ولا paintings رسومات ولا ميك اب ولا سكريبتس؟ طبعا سكريبتس اللي هو النص الكتابي للحفل الموسيقي. نمبر 5 بيقول لي the teacher asked us who can eat makeup. do makeup بنقول do makeup ولا make makeup ولا give makeup ولا have makeup؟ طبعا بنقول do makeup. نيجي بقى لتاني سؤال معايا، بيقول لي read and rewrite the correct form of the words between brackets. عايز اصحح الكلمة اللي ما بين القوسين. نمبر 1 بيقول لي جانا isn't to know how to write an email. طبعا ده الجملة هنا بزمن المضارع البسيطة، ما ينفعش نقول isn't to know لأن isn't لازم يجي بعدها الفعل مضاف له ing، فعندي الفعل هنا في المصدر فهنقول ايه؟ does وننفيها not. طبعا قلت does لأن جانا ده اسم مفرد. نمبر 2 بيقول لي does he able to climb this mountain؟ طبعا ما ينفعش نقول does he able to، فبنقول is he able to. نمبر 3 بيقول لي سارة is very good at language، يعني سارة جيدة في اللغات. she can speak 3 language excellently. طبعا كان بيجي بعدها الفعل في المصدر فهنقول speak. نمبر 4 بيقول لي my mother is a great cook she is able cook delicious meals، فبنقول she is able to cook، تستطيع أن تطهي أو تطبخ وجبات لذيذة. نمبر 5 بيقول لي this mechanic know how to fix your car، يعني الميكانيكي ده عارف ان هو ازاي يصلح السيارة بتاعتك. طبعا ده مفرد فهنضيف للفيرب اس ونقول knows. نيجي بقى الموديل 2. تاني نموذج معايا بيقول لي choose the correct answer from A B C D. نمبر 1 بيقول لي braille is special writing for A people، يعني برايل هي طريقة خاصة للناس ايه؟ دفء الأصم ولا sighted اللي هم المبصرين ولا blind اللي هم الأعمى أو العمية ولا black؟ طبعا دول ده للناس blind people للناس اللي هم غير مبصرين اللي هم العمي يعني مش بيشوفوا. the little girl ايه when the dog scared her، يعني البنت الصغيرة ايه لما الدوج الكلب خوفها. laughed يعني ضحكت ولا smiled ابتسمت ولا cried بكت ولا slept نامت؟ طبعا اكيد cried. نمبر 3 بيقول لي the radio ايه tells us what happens in our world، يعني مين الراديو ايه اللي بيخبرنا عن الحاجات اللي بتحصل فيه او الاشياء اللي بتحصل في العالم؟ ده ريبورتر او ريبورتر اللي هو المراسل الصحفي ولا ديزاينر المصمم ولا بلاير اللاعب ولا بينتر اللي هو الرسام؟ طبعا the radio reporter. نمبر 4 بيقول لي A is someone who plays against you، يعني مين الشخص اللي بيلعب ضدك؟ friend صديق ولا musician؟ طبعا دي يو اللي هو العازف ولا artist الفنان ولا rival اللي هو المنافس؟ طبعا rival. نمبر 5 بيقول لي سارة plays the piano in A or an A، يعني سارة بتلعب البيانو أو بتعزف على البيانو في factory مصنع ولا library مكتبة ولا orchestra ولا laboratory المعمل؟ طبعا orchestra. نيجي بقى لتاني سؤال معايا read and rewrite the correct form of the word. نمبر 1 بيقول لي can we going to the park today؟ طبعا كان بيجي بعدها الفعل في المصدر فهنقول go. نمبر 2 بيقول لي do you know how write emails؟ طبعا بنقول how to والمصدر how to write. نمبر 3 بيقول لي عمرو is busy، عمرو مشغول. he not able to go to the park today، طبعا بنقول he is not isn't able to he isn't able to go to the park today، يعني مش هيقدر ان هو يذهب للبارك اليوم.
نمبر 4 بيقول لي do فريدة know how to count to 20 in English. يعني هل فريدة بتعرف ازاي تعدي ال20 بالانجلش؟ طبعا فريدة ده مفرد فهنسأل be does. نمبر 5 بيقول لي are you able to solve your problems alone؟ طبعا to able to بيجي بعدها ايه المصدر فهنقول solve. نيجي بقى الموديل 3 تالت امتحان معايا choose the correct answer from A B C D. نمبر 1 بيقول لي there is a great E from the top of the tower. بيوجد ايه عظيم من اعلى البرج. review ولا meeting ولا interview ولا view؟ طبعا view اللي هو منظر رائع من اعلى البرج. نمبر 2 بيقول لي rock climbing اللي هو تسلق الصخور is a sport I'm really afraid of it. هو رياضة ايه انا حقا بخاف منها. friendly ودودة ولا scary مخيفة ولا easy سهلة ولا simple بسيطة؟ طبعا scary sport رياضة مخيفة انا بخاف منها. نمبر 3 بيقول لي the teacher asked me to give a or an of the story as it very long. يعني المدرس طلب مني ان انا اعطي ايه للقصة لانها طويلة جدا. production يعني منتج ولا introduction مقدمة ولا summary ملخص ولا presentation تقديم؟ طبعا summary of the story ان انا الخص القصة او اجيب ملخص للقصة لانها طويلة جدا. نمبر 4 بيقول لي I like watching films as they are very interesting. انا بحب مشاهدة افلام ايه لانها شيقة جدا. noisy ضوضاء ولا كرتون ولا كوميدي ولا adventure المغامرة؟ طبعا كرتون فيلمز اللي هي افلام الكرتون او الرسوم المتحركة. نمبر 5 بيقول لي things which happened in a film are called. يعني الاشياء اللي بتحدث في الفيلم بنسميها ايه. actions اللي هي المشاهد او الاحداث ولا athletics الرياضيين ولا subjects المواضيع ولا songs اغاني؟ طبعا بنسميها actions اللي هي المشاهد او الاحداث. نيجي بقى لتاني سؤال معايا read and rewrite the correct form of the word. عايز نصحح الكلمة اللي ما بين القوسين. نمبر 1 بيقول لي شروق able play tennis. طبعا ما بنقولش شروق able بنقول شروق is able to والمصدر اللي هو play tennis. نمبر 2 بيقول لي are you know how to download videos from Facebook. طبعا عندي know ده فعل في المصدر فبنسأل بإيه do أو does. ما ينفعش نقول are you know طبعا لأن are بيجي بعدها الفعل مضاف له ing. طب عندي الفعل هنا you فهنسأل بدو ولا does؟ طبعا do. يبقى do you know how to download videos from Facebook. نمبر 3 بيقول لي I can playing football really well. طبعا can بيجي بعدها الفعل في المصدر فهنقول play. نمبر 4 بيقول لي these children not able to drive cars. طبعا بنقول children جمع فهنقول aren't ده عايزنا ننفيها يبقى aren't able to. طبعا هو مكملها يبقى aren't هي الكلمة اللي ناقصة able to drive cars. نمبر 5 بيقول لي خديجة can do a project for her school. طبعا ده سؤال فهنعكس كده ونقول ايه can نبتدي بكان وبعدين خديجة يبقى كان خديجة do a project for the school. هل خديجة تستطيع انها تعمل مشروع للمدرسة بتاعتها؟ نيجي بقى الرابع امتحان معايا. اول سؤال بيقول لي choose the correct answer from A B C D. نمبر 1 بيقول لي shoes and belts are usually made of. يعني الأحذية والأحزمة مصنوعة عادة من ايه. linen كتان cotton القطن او cotton ولا metal المعدن ولا leather اللي هو الجلد؟ طبعا مصنوعين من leather الجلد. نمبر 2 بيقول لي women and girls usually wear ايه on their heads. يعني النساء والبنات عادة بيلبسهم ايه على هيدز على راسهم فبيلبسهم ايه sandals ولا scarves اللي هو الطرحة ولا socks شرابات ولا slippers اللي هو النعل او الشبشب؟ طبعا بيلبسهم scarves اللي هو الإشارب او الطرحة. نمبر 3 بيقول لي I usually wear ايه sunglasses to protect my eyes when it's very hot. طبعا دي هو كتبها وحلها بالغلط هنا يبقى انا عادة الاجابة الصحيحة سان جلاسز ان انا برتدي نظارة شمس لكي تحمي اعيني من حرارة الشمس او لما الجو يكون حر جدا. نمبر 4 بيقول لي I like to play football in my ايه they help me to run very fast. يعني انا بحب العب كرة قدم في ايه الجديد ده بيساعدني ان انا اجري بسرعة. شوز حذاء ولا ترينرز؟ ترينرز بمعنى مدربين او بتنفع برضو بمعنى حذاء رياضي. سوكس شرابات وبوتس اللي هو حذاء طويل الرقبة فطبعا هنقول ترينرز اللي هو احذية رياضية جديدة بتساعدني ان انا اجري بسرعة.
نمبر 5 بيقول لي we usually wear heavy in the winter، يعني احنا عادة بنرتدي ايه ثقيل في الشتاء. jumpers اللي هي السترة اللي هي زي البلوفر مثلا، trainers اللي هي الأحذية الرياضية، blouses اللي هي البلوزة، ولا shorts اللي هو الشورت. طبعا jumpers اللي هو السترة أو اللي هو البلوفر يعني. تاني سؤال معايا بيقول لي read and rewrite the correct form of the word، عايزنا نصحح الكلام اللي بين القوسين. نمبر 1 بيقول لي she likes white linen كتان clothes ملابس، loose يعني فضفاض، فبنرتبها ازاي؟ طبعا هنقول she likes loose white linen clothes، يعني هي بترتدي ملابس كتانية بيضاء فضفاضة. نمبر 2 بيقول لي it's a shirt cotton pretty blue، فبنرتبها ازاي؟ فهنقول it's a pretty blue cotton shirt، يعني قميص قطني أزرق جميل. نمبر 3 بيقول لي I bought a or an new Italian expensive phone، فبنرتبها ازاي؟ هنقول I bought an expensive new Italian phone، يعني أنا اشتريت تليفون إيطالي جديد غالي الثمن. نمبر 4 بيقول لي بسملة بوت ليذر جلد مودرن، يعني حديث أو عصري، ويالو أصفر هاند باج حقيبة يد، فبنرتبها ازاي؟ هنقول بسملة بوت مودرن يالو ليذر هاند باج، يعني بسملة اشترت حقيبة يد جلدية صفراء حديثة أو عصرية. نمبر 5 بيقول لي these are black expensive glasses، فهنرتبها ازاي؟ فهنقول they are expensive black glasses. These are expensive black glasses يعني كوبايات أو زجاجات سوداء غالية الثمن. وبس كده يا حبايبي، يكون فيديو النهارده انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا باللايك. لو حابين تتابعوني اكتر في سلسله المراجعه النهائيه وحل اهم الامتحانات المتوقعه باذن الله لاختبار شهر ابريل وكمان امتحانات الترم الثاني، اعملوا سبسكرايب للقناه، كمان فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل ان شاء الله. اشوفكم الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.